ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده معاكم حلقه جديده من الساحل، حاجه بسيطه كده وسريعه وتنفعنا واحنا موجودين ان شاء الله في الساحل. حاجه جميله قوي اللي هو هنجيبه من سوبر ماركت، اللي هو عصير الطماطم اللي جاهز في الازايز. بسريع كده بسرعه بسرعه بنعمل بيه الحاجه. طبعا كيس مكرونه ونخلص، وبرضه هعمل لكم المكرونه بس بشكل مختلف وتركات مش هتلاقوها الا عندنا هنا. طبعا هنعمل كل حاجه زي بره بس طبعا بتركاتنا احنا. هنعمل ايه؟ معانا طماطم زي ما انتم شايفينها مغسوله ونضيفه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كمان معانا قرون اللي هي الفلفل الاحمر العادي البلدي بتاعتنا بالشكل ده، برضو مغسوله ونضيفه ونشيل كل البذور بتاعتها من الداخل. هنبتدي نجيب الطماطم بتاعتنا ونشيل كل الجزء اللي هو ده ونقطعها كده 4/4 مع الفلفل بتاعنا. طبعا انا عملت لكم قبل كده الفلفل الاحمر اللي هو البلدي في فيديو قبل كده، هنزله لكم برضو رابط، بس كان الفلفل لوحده صلصه بيتي جميله بالشكل ده. ونجيب الطماطم بالشكل ده ونقطعها 4/4 وتكون مغسوله غسله نظيفه جدا. هنقطع بقى كل الطماطم دي كده بالشكل ده، ولازم نشيل اللي هي الجزء ده خالص. قطعنا الطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه مع الفلفل الاحمر البلدي بتاعنا. وساعات انا بعملها في البيت ما بقطعهاش الحقيقه، بعملها كده بعد الغسيل واقوم واخده كل جزء اللي هو فوق دون اتخلص منه واحط الطماطميه كده سليمه. الحقيقه ان كده بيبقى افضل، بس انا قلت اعملها معاكم بشكل جديد بالشكل ده. فاللي يريحكم اعملوه، عايزين تقطعوها ماشي، عايزين تسيبوها زي ما انا بعملها كده بالشكل ده اللي هو اخلص من الجزء اللي فوق واسيبها سليمه ماشي براحتنا خالص. هنعوز معانا ايه بقى ان شاء الله؟ هنحتاج معانا في الخلطه دي 5 فصوص ثوم، بصله وتكون بيضه، ولازم تكون بيضه ما تكونش اللي هو البصل الاحمر، لازم تكون ابيض بالشكل ده. واللي يريحكم برضو عشان ما تبقاش الحاجه فيها تعقيد، اللي يريحكم بابريكا، معلقه كبيره سكر وفلفل عشان نبهر عندنا الصوص بتاعنا اللي هو الصلصه بتاعتنا اللي هو الطماطم اللي بيتجاب من بره. هيبقى معانا عصير الطماطم متبهر فيه كل الحاجات في البصله بتاعتنا، ودي الحقيقه تركتي انا. 5 فصوص ثوم بالشكل ده. هنحط عليهم البابريكا بتاعتنا زي ما انا قلت، افضل ان يكون الطماطميه سليمه، معلش انا اللي نسيت اعذروني وقطعتها. بابريكا طبعا فلفل اسمر، والبهارات اللي يريحكم انتوا تحطوها. حابين برضو ما تحطوش بهارات وتحطوا البصل والثوم والسكر بتاعنا وبس مش اكتر من كده ماشي، يبقى برضو كويس براحتنا خالص. بس انا حبيت اعمل عندنا العصير بتاع الطماطم بتاعنا يكون فيه كل بهاراتي وفيه كل الحاجات بتاعتي، عشان لما اجي اعمل المكرونه عندي اسلقها واقوم حاطه عليها واقلب بسرعه وكده. طبعا حاجه بسيطه من الساحل. هنحطها طبعا على النار لحد كل الحاجات دي ما تستوي خالص وتدبل، وهوريها لكم ان شاء الله. وبعد كده نضربها في الخلاط ونصفيها. عندنا عصير طماطم جميل وفريش وسريع، وكمان يخلصنا وينجزنا وحاجه كده في الانجاز. واستنوني ان شاء الله. كده خلصناها، خدت 35 دقيقه من التسويه بتاعتها عشان هو كيلو طماطم. حابين بقى تحطوا عليه مكعب كمان تضيفوه مع التسويه. انا حطيت عليها نص كوبايه ميه وضفتها على البوتاجاز، حطيتها على البوتاجاز. لو عايزين تحطوا معاها مرقه مكعب معاها وهي في التسويه براحتكم خالص، عشان تبقى متنكهه فيها كل النكهات بتاعتها فتبقى جاهزه عندي. طبعا احنا هناخدها كده بعد ما تبرد، هنحطها في الخلاط ونضربها وبعد كده نصفيها. حابين نحطها تاني في الحله ونرجع نغليها غلوه ونطفي عليها براحتنا خالص. حابين نستكفى ان احنا نضربها في الخلاط ونصفيها ونستعملها ماشي تماما، هتبقى زي الفل. صوص طماطم جاهزه وفي ايه وطازه، هتطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. عندنا عصير طماطم فريش بالطريقه دي منكه جاهز في كل التوابل. ما عنديش الا شويه مكرونه هضيف عليهم شويه زيت بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وابتدي احط عليهم الملح بتاعي لاني ما ضفتوش هنا. بحب الصلصه ما تبقاش مملحه لان انتوا عارفين الطماطم والحموضه، فبنحط عليها بدل الملح سكر. هنضيف الملح على المكرونه على طول، وبعدين شويه ملح كده وشويه كمون، هما شويه ملح بشويه كمون.
وبعدين نضيف عليها الطماطم بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي شوية مكرونة جاهزة على طول للأكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقت مكرونة جاهزة للمصيف عندي وللبيت وللست الموظفة وللمدارس، عشان خاطر احنا بنبقى جايين كل حاجة عايزينها بسرعة بسرعة، والتمارين وكده. عندنا اكل للاولاد عشان التمارين بتاعتهم سريع. هنضيف وبعدين نحط بقى شوية بقدونس، شوية فلفل اللي احنا حابينه نحب نحطه بالشكل ده. جميلة وبتشيل وطعمها بيبقى خطير، مش قادرة اقول لكم بتبقى حلوة قد ايه وجميلة جدا جدا بالشكل ده. حاجة خلصت في ثواني، جاهزة سريعة، تنفعنا في المدارس، تنفعنا لما تكون ست موظفة سريع كده على طول، تنفعنا في المصيف نقدر نعملها قبل ما نروح المصيف، نقدر نعملها على طول على النار وبعدين ننزل على طول البحر ونطلع تكون عندنا كل حاجة جاهزة. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.